السلام عليكم. النهارده جايين بفيديو جديد، هي ليه الدول العربيه ومصر طلع من كاس العالم. اول حاجه، اللعب في الكوره زي زمان. دلوقتي الدنيا كلها بقت مراهنات في اي حاجه، مش مراهنات بس على الكوره. تاني حاجه، الارجنتين والدول الاوروبيه كلها عايزه تصعد، ان معظم المراهنين كلهم من بره. قليل قوي بتاع 1% ولا 0% تلاقي حد عربي عامل مراهنات. دي اول حاجه. تاني حاجه، المراهنات كلها كانت كلها على الارجنتين، اللي هي هتاخد كاس العالم. الدعايه اللي على كولا، والدعايه على شيبسي، والدعايه على دي وعلى دي وعلى كذا الشركات كلها. مش عايزين نقول اسامي الشركات اكتر. فالدعايه حاطين ميسي وحاطينه على كذا شركه وحاطينه على كذا حاجه، اكل وشرب ومش عارف ايه. فمش معقول الدعايه المليارات دي كلها وفي الاخر الارجنتين تطلع او كاس العالم ما يوصلش للنهائي يعني. فالموضوع كله، الدول كلها خرجت، ولما لعبت مصر في الكاس العالم الارجنتين، شكرا يا باشا، مش هينفع يصعدوا. هم جم اخر 3 دقايق، هم بيجوا على اخر 10 دقايق اللي هم ده ترزيع في جوان. فاحنا ما ينفعش كنا نصعد، كالمصريين نفسهم ما ينفعش كانوا يصعدوا، واحنا طلعنا بكرامه، واعتبر احنا اللي غالبين بكتير. واتلغى جون من عندنا وصدينا جون، وكان اخد انذار من واحد من عندنا. كان في كمان، لو كان في اللي يقدر يطردوا حد كان طردوه. فاللي عايز اقوله في الاخر، ما ينفعش الارجنتين تطلع وما تكملش الاخر كاس العالم. والارجنتين خسرت ليه في الاخر؟ خسرت علشان رئيس اتحاد الفيفا كان مراهن على اسبانيا. كمان من المراهنين الصغيرين هم كانوا مراهنين على الارجنتين، وفي اخر حاجه اللي هي معظم الشركات الكبيره هي كانت بتراهن على الارجنتين. فلما لازم يدوا الكاس لاسبانيا علشان المراهنات، كان كل الناس علشان اصل الكبار اللي هم المراهنين هيكسبوا الصغار ازاي كلهم. فاتنين 3 مراهنين هم متحكمين في الكوره او متحكمين في المراهنات العالميه نفسها، كسبوا اسبانيا. وشكرا للارجنتين ما خدتش كاس العالم. ليه؟ عشان كل الدنيا كانت مراهنه وبالحكام واهلوا الارجنتين للعالم كله اللي هي اللي هتاخد كاس العالم. فبالطبيعي الناس العالم كله واوروبا كلها كانت كلها لازم تراهن على الارجنتين اللي هي اللي هتاخد كاس العالم عشان يكسبوا الرهانات. في الاخر مين اللي كسب الرهان؟ هي اسبانيا. فهارد لك للارجنتين. ولو الاسبانيا ما كانتش كسبت الماتش، كانت شكرا يا باشا، كان خسروا مليارات. بس ما كانش هينفع، كانوا هيحركوا الحكم، كانوا هيعملوا اي موضوع اي حوارات علشان في الاخر اسبانيا هي اللي تكسب الماتش. وجود لك. بس احب اقول للعرب والمصريين والناس كلها، بجد انتوا عملتوا حاجه كويسه، شرفتوا العرب، المصريين، ايران، الدول التانية. انتوا عملتوا حاجه، ما فعملتوا حاجه اللي هي صعدت للعرب كله، اللي احنا مؤهلين اللي احنا ناخد كاس العالم. ومش هنسمح لحد تاني اللي هو يقدر يتحكم في كاس العالم، ولا هنسمح لحد تاني او حكم اللي هو يبقى تبع الفيفا يعمل اي حاجه. بس اقول شكرا. احنا 2030 ان شاء الله حد من العرب او المصريين هياخدوا كاس العالم. وبكره نفكركم، وان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم.